خذلت جماهير الأهلي، وخذلت نفسك، وخذلت منتخب مصر. عزيزي السكابنص الأهلاوي، دي إحصائيات لحارس مرمى الإعلام عايز يقنعنا بإنه الأفضل في مصر، وإنه لازم يكون الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم. حارس نسبة تصدياته كارثية، وأي تسديدة بعيدة عن مكان تمركزه تتحول لهدف تقريبا بنسبة 90%. ومع ذلك بيطلب مننا إننا نقتنع بإنه الأفضل، وإنه يكون أول اسم في التشكيلة الأساسية لكأس العالم. لكن السؤال الحقيقي هنا هو مصطفى شوبير يستحق إنه يبقى الحارس الأساسي لمنتخب مصر؟ السؤال الأهم، هل يستحق من الأساس إنه يكون ضمن القائمة النهائية؟ لأن مركز حراسة المرمى لا يدار بالدعاية ولا التطبيل، ولا تحسن اختياراته بالضجيج الإعلامي، بل بالأرقام والثبات والجاهزية. ومن لا يملك قدرة على إنقاذ الفريق لا يستحق أن يقدم على إنه المنقذ المنتظر.